ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه انا اسمي سوسنة، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل غدا سريع، ممكن عشاء، كوسه كده سريعه خفيفه ما فيهاش افتكاسات كتيره، بهارات عندنا كلها في البيت. فتعال نبدا الفيديو ونشوف الكوسه الخطيره دي اتعملت ازاي بالطريقه الحلوه دي. نخش في الفيديو على طول. ادي كده يا ست الكل معانا ووك، هنجيب زيت وحته سمنه، مش كتير سمنة يعني، بس عشان تدينا طعم للأكلة اللي هنعملها بتاعتنا. وأنا عايزة نص ملعقة صغيرة من الكمون الصحيح، هخليه يطلع ريحة كده. وبعد كده أنا قطعت شطة خضرة سبايسي، ممكن تضيف الشطة دي الخطوة دي تعمليها، وممكن لا لو عندك ولاد فعلى راحتك. الشطة الخضراء ضيف الشطة الخضراء زي ما قلت لك دي على راحتك. وجنزبيل فريش، وبصلة متوسطة الحجم قطعتها بالطريقة دي مكعبات، نقلبها كويس، نخلي البصلة بتاعتنا تدبل شوية. ومعايا كده كزبرة خضراء، هنحط شوية كده ونقلبها. هخلي شوية من الرزمة اللي أنا عملتها لبعدين آخر حاجة لما نخلص الأكلة بتاعتنا نقلبها حلو. وأنا قطعت كوسة، قشرتها وغسلتها وقطعتها وهي هنضيفها. انا هنا هحط بهارات، هي كركم ربع ملعقه صغيره، والملح على حسب، انا حطيت نص ملعقه صغيره، ودي 7 بهارات ربع ملعقه عشان تدي طعم، يعني لازم كل واحده بتحب تدي طعم للاكل بتاعها. وهنا نخلي النار على نوطي النار، نغطيها، مش هنزود ولا ميه ولا اي حاجه لغايه لما تستوي معانا كده على نص سوا، بعدين نشوف هنعملها. دلوقتي يا ست الكل هنشوف الكوسه مع بعض. طبعا انا مش سبتها وخليتها وطيت النار، لا طبعا كنت كل شويه باجي احرك فيها. تمام. انا قطعت طماطم واحده كبيره، الخطوه دي برضو اختياريه بس يعني هتدي طعم. ويظبط الملح بتاعك، لان انا حطيت نص ملعقه صغيره، لقيتها محتاجه ملح، وهخليها تاخد وتدي كده مع الطماطم لغايه لما الكوسه تطيب خالص معانا. ادي كده يا ست الكل، خلاص كده نقفل النار. الكوسه بتاعتنا طابت زي ما شايفه كده، كان اكله سريعه متاخدش حاجات كتير. انا هزود لها ليمون بس مش كتير. تمام، حاجه بسيطه ليمون. نقلبه واحط كزبره خضراء على الوش كده. كده الغدا بتاعنا جاهز. ادي كده ست الكل معانا الغدا بتاعنا جاهز زي ما شايفه، ما خدش وقت خالص زي ما شايفه كده. الكوسه ما بتاخدش اصلا وقت، وبهارات خفيفه وحلوه. ولو انت عندك اولاد زي ما قلت لك انا بطبخ ما تحطيش الشطه، تمام، او ممكن تعملي شويه لولادك وشويه ليكم يعني. فده كان غدا سريع وخفيف، اتمنى ان الوصفه تكون عجبتك وان انت تجربيها. لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.